تأخر نزول المطر، وهذا أمر خطير. إذا تأخر نزول المطر خرجت البهائم من أوكارها وقالت: رباه لا تعاملنا بشؤم معصية ابن آدم. ابن آدم ماذا صنع؟ ابن آدم اليوم تعاطف مع العدو الغاصب المحتل ضد إخوانه الضعفاء البؤساء المظلومين، واقتنع بما يسمى اتفاقيات السلام. ابن آدم اليوم أكل الربا والميراث وتفنن بأكل كل أنواع الحرام أكوام. ابن آدم اليوم يزني ويسرق ويشرب الخمر ويتعاطى الحبوب والعقوق والغش والنصب والاحتيال. ابن آدم اليوم استبدل مصحفه بالهاتف، واستبدل صلاته بسهرات الورق والنرجيلة، وصار لا يعرف المسجد إلا في المناسبات. ابن آدم استخف اليوم بضب لحمه من الشارع والمواقع، فصار لا يسأل زوجته ولا ابنته ولا أخته عن لبسها وحشمتها ولا عن فعلها وصنعها. ابن آدم ما ترك بابا للصلح مع الله. كل هذا ويتساءل لماذا تأخر نزول المطر، ويقول: اللهم اسقنا الغيث. لا، الأمر خطير. انظروا، مر كانون وكانون والسماء مشمسة، وما عرفت بلداننا منذ قرن من الزمن أقل من منسوب الماء في هذا العام. وهذا أمر خطير على أبارنا ودوابنا ومزروعاتنا وصناعاتنا وكل مرافق حياتنا. الماء عصب وأصل كل شيء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. في كل يوم نرى السحاب يغطي سماءنا، يخال فيه المطر ولا مطر رحمتك يا الله. وليست المشكلة في هذا السحاب، لكن المشكلة بك أيها الإنسان، يا من تحجب المطر بذنوبك ومعاصيك. وما حدا يقول لي طبيعة وما طبيعة وعوامل مناخية، كلام فاضي. والله ما في قطرة غيث تنزل إلا بأمر الله، ولا تهب نسمة رياح في بحار إلا بإذنه. فهو الذي يسير الرياح وينشئ السحاب الثقال، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ ومشكلة الإنسان أن ينابيع الخير والعطاء والبذل جفت عنده، بخل بما أتاه الله ويريد من الله أن يسكب عليه من رحماته. كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء. مش عيب اليوم عندنا في الأمة أغنياء كثر، حيتان مال يملكون الذهب والفضة، وغزة حافية عارية جائعة. وروحوا شوفوا سوريا، صحيح تحررت لكن فيها ما فيها من الفقر والجوع. ولبنان واليمن والسودان وكل العالم الإسلامي الحر يريد هذا النظام الظالم أن يجوعه. طيب لو أغنياء العالم أخرجوا بس زكاة مالهم، والله ما ضل فقير مسلم على وجه الأرض، لكنهم يبخلون ظنا منهم أن هذا المال سيأخذونه إلى قبورهم. لا والله، ستسألون عن كل فقير وجائع في الأمة. قاعدة ما في، بدنا نغير حتى الله يغير. ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. نحن بحاجة أن نغير كل شيء فينا، أن نتوب إلى الله توبة صادقة مخلصة، أن نستغفر الله. الاستغفار هو الطريق الخارق المباشر مع الله، يصنع العجائب. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نعم.